السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإريترية، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبادئ كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل لتنمية ورقابة البذور في القشبركة. المواطنون القادمون من المهجر يزورون سد كركبة. صيانة طريق قرى بوحمجة. أردوغان يحذر من أن تركيا ستدفع الثمن غاليا إذا لم تتحرك في سوريا. زعيم كوريا الشمالية يوجه تحذيرا لواشنطن وسول. سبيس إكس تطلق صاروخ جديد إلى الفضاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت في مدينة بارنتو يوم 6 من أغسطس الجاري ورشة عمل لتحسين جودة البذور في إطار جهود رفع الإنتاج الزراعي. وأوضح مسؤول خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة السيد حاغوس قبر مريم أن الهدف من الورشة التي شارك فيها المزارعون والمهنيون الزراعيون أوضح خلق الأرضية لاستفادة المزارعين من البذور النظيفة الجيدة التي تلائم المنطقة وتتحمل الجفاف والأمراض. وأشار خبراء البذور إلى أن تنمية البذور المحسنة ومراقبة جودتها من عوامل رفع إنتاج المزارعين. وأكدوا على أهمية الدور الوعي للمزارعين لإنتاج واستخدام البذور التي تم تنميتها بوسيلة قانونية ومهنية ومرت بعملية المراقبة، داعين للدفع بالوسائل الجماعية لتنمية البذور. وقدمت الورشة آراء بناءة حول تنمية ومراقبة البذور، منادية للدفع بأنشطة التوعية والاهتمام بالتجهيزات لتنمية البذور وتوخي الحذر لدمج البذور المختلفة أثناء الحصاد. تفقد الإريتريون القادمون من دول المهجر الذين شاركوا في احتفال اليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية تفقدوا سد كركبة وأعمال التنمية التي يشهدها. وجاء هؤلاء المواطنون البالغ عددهم حوالي 200 مواطن ومن مختلف الأعمار، جاءوا من دول أوروبا وأمريكا والدول العربية ودول أخرى وزاروا السد جماعيا. وقد استقبل الزوار بحفاوة كبيرة من سكان المنطقة، وقدم لهم شرحا من الخبراء حول السد وأعمال التنمية العامة. وأشار الزوار إلى أن مشاهدتهم عن قرب الجهد الكبير المبذول والنظرة الاستراتيجية للحكومة الإريترية، قائلين بأن تخزين المياه بهذه الطريقة يكفي ويفيض، معربين عن فخرهم بأعمال التنمية الجارية في محيط سد كركبة. وأكد المواطنون القادمون من مختلف الدول المهجر على مواصلة مساهمتهم للدفع بأنشطة التنمية في البلاد. تجري أعمال صيانة الطريق الترابي المتفرع من طريق شاخا ودبسرات المسفلت، ويخدم 15 قرية بضواحي كساد الدعرة وقرططة وعد قية خلا بمديرية الدبر. وتجري أعمال صيانة الطريق البالغ طوله 15 كيلومتر وعرض 8 أمتار بمبادرة السكان ودعم الآليات. وأوضح المشرفون على الطريق أن الطريق الذي بدأ العمل عليه شهر يوليو الماضي أجريت عليه دراسات المسح مرتين على مستوى الإقليم، ويضم 9 جسور أرضية و6 جسور كبيرة وضعت له ميزانية 13 مليون ناوفا. وأشاد مدير مديرية الدبار والسيد فرونجل تغلا هيمانوت لدى لقائه مدراء الضواحي ولجان القرى ولجنة الطريق لدى تفقدها العمل بالمبادرة التي قام بها السكان لتنفيذ العمل الذي يحتاج لمنصرفات كبيرة، مؤكدا متابعة شركات البناء الوطنية وإدارة الأقليم لإنجاز الصيانة. وذكر أعضاء لجنة الطريق أن الطريق السابق كان يخلق المصاعب في المواصلات والخدمات الأقتصادية والاجتماعية لانجرافه دائما، داعين لتعزيز مساهمة السكان من أجل إنهاء العمل بفعالية ونجاح. ألحقت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح التي حطلت في 4 من أغسطس الجاري بمديرية حلحلة ألحقت الأضرار بأكثر من 50 هكتار من المزارع واقتلاع الزنك من سقف 4 فصول المدرسة الابتدائية.
وأوضح مدير المدرسة الأستاذ يوسف عاف أن المدرسة المشيدة عام 1984 في مكان مكشوف، وعدم بناء سور لها يعرضها دائما للحوادث الطبيعية وتحتاج إلى حل جذري، كما غمرت المنازل السيون المنحدرة من الجبال والأودية. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستدفع الثمن غاليا إذا لم تفعل ما هو لازم في شمال سوريا، وذلك بعد أن تعهد في مطلع الأسبوع بتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شرق الفرات. وسبق أن قامت تركيا بعمليتين عسكريتين في شمال سوريا. وفي خطاب أمام سفراء أتراك في أنقرة، قال أردوغان إن هذه العملية ستنتقل إلى مرحلة جديدة. وكانت الخطوة التركية قد وجهت باعتراض أمريكي، إذ قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير سابقا إن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون غير مقبولة، وإن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة. وقال إسبر إن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يصل إلى حد تقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة ستحميها في حال تنفيذ تركيا عمليات عسكرية. نقلت وكالة الأنباء الرسمية الكوريا الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قوله إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بلاده تشكل تحذيرا لواشنطن وسيول. وبحسب الوكالة أشار كيم إلى أن هذا الإجراء العسكري شكل مناسبة لتوجيه تحذير مناسب للمناورات العسكرية المشتركة التي تجريها حاليا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مضيفة إلى أن كيم شهد الإجراء العسكري الذي برهن القدرة الحربية للصواريخ الموجهة التكتيكية الجديدة. من جهته أشار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى أن واشنطن تأخذ التجارب الصاروخية بجدية، مضيفا يجب أن تنتبه لعدم المبالغة في رد فعلنا، وذلك لعدم الوقوع في مأزق دبلوماسي. وقد هددت بيونغ يانغ الثلاثاء بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوما، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة تلك. وتضمن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت الاثنين في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب. أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون 9 والذي يحمل قمر عاموس 17 الصناعي للاتصالات من سبيس كوم بمحطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا. وتأتي المهمة بعد ما يقرب من 3 سنوات من انفجار منصة الإطلاق التي دمرت قمرا صناعيا إسرائيليا للاتصالات عاموس 6 من سبيس كوم في سبتمبر من العام 2016. ومن المقرر أن يوفر القمر الصناعي اتصالا متزايدا عبر أفريقيا من خلال دعم النمو في مجموعات متنوعة من خدمات البث والنطاق العريض والتنقل والبيانات. وسبق وأن أشارت سبيس إكس إلى إطلاق برنامج من شأنه توفير وسيلة نقل سهلة إلى الفضاء وبأسعار معقولة وموثوقية عالية للشركات الصغيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة: التقط حراس أحد السجون البرازيلية حمامة يشكون في أنها كانت تؤدي مهمة نقل رسائل بين عناصر منتمين إلى عصابة إجرامية موزعين في داخل وخارج السجن أو أمورا أخرى مخالفة للقانون. ويظهر شريط فيديو حمامة ربط عليها كيس صغير أحمر اللون وكتبت عليه الأحرف الأولى من اسم عصابة إجرامية شهيرة في البلاد تعرف باسم قيادة العاصمة الأولى.
ورغم أن الكيس الذي تم ربطه بالطائر كان فارغا، إلا أن قوى الأمن تعتقد أن الحمامة كانت تنقل رسائل من أفراد ينتمون إلى العصابة موجودين خارج السجن إلى السجناء منهم. هكذا انتهت النشرة. مشاهدينا الأكارم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.